السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده وصفة من أجمل وأشهر وصفات الأكل المصري، وهي الحمام المحشي بالرز. هنعمله النهارده بطريقة سهلة وبسيطة، وهقولك ازاي تظبطي التسوية بتاعته ومقدار الرز، وازاي يطلع معاكي شكله جميل وما يفرقعش معاكي، وتسويته تبقى مظبوطة يبقى أحلى من محلات مليون مرة. وهنعمل كمان معاه النهارده رز بالخلطة بالكبد والقوانص بطريقة سهلة وبسيطة. بس لو أول مرة تشوفيني أتمنى إن انتي تشتركي معايا بالقناة وما تنسيش اللايك والشير. يلا نبدأ بسم الله. أول حاجة جبت عندي الحمام ونقعته في المية ودقيق وملح وخل وليمون، نقعته مدة كويسة وغسلته كويس جدا وصفيته كويس جدا بحيث ما يبقاش فيه أي مية خالص، وبجففه كويس قوي بالمناديل. وبعدين ببتدي أجهز عندي خلطة الرز اللي أنا هعملها. حلة فيها مية بتغلي على النار بضيف عليها كمية الرز اللي أنا أستخدمها. بالنسبة لمقدار الرز انتي هتاخدي ملو كف ايدك رز، يعني كبشة كده من الرز لكل فردة من الحمام. الرز هياخد معايا قلبتين بس على النار. أنا عايزة أخلي سوى الرز يبقى نص تسوية، لأن هو كده كده هيكمل تسوية ما يتحشي في الحمام ويتسلق. خلاص كده خد معايا نص تسوية، هبتدي ان انا اصفي الرز من المية. بصي اهو، انا الخلطة بتاعت الحمام دي مش بستخدم لها بصل، انا بعمل الطريقة دي بتبقى طريقة سهلة وبسيطة قوي وبيبقى طعمه تحفة. جبت عندي معلقة كبيرة حلوة كده من الزبدة، لو ما عندكيش زبدة ممكن تستخدمي السمنة، بس الزبدة بتبقى اخف شوية. هقلبها كويس جدا مع الرز. بصي الرز كان عندي سخن فالزبدة ساحت فيه على طول لحد لما يتشرب كله من الزبدة. وبعدين ابتدي اضيف التوابل. الحمام مش محتاج توابل كتيرة، ملح وفلفل اسود وكمون بس مش اكتر. اقلبهم كويس جدا مع بعض لحد لما اتأكد ان الرز كله اتشرب من الزبدة ومن التوابل. وبعدين اكون عندي مجهزة طبعا الحمام مغسول كويس جدا ومتصفي. اجيب عندي الحمام، انا بكون شايلة الرقبة بتاعته وشايلة الراس متصفي ومتنضف وزي الفل. ابتدي بقى اجيب عندي الخله، احنا بقى مش هنخيط بقى الحمام ولا الكلام ده، هي بس الخله هتقوم لي بنفس الدور. اكسرها كده واجي عند الجزء اللي هو بتاع الرقبه، وابتدي ان انا اقفله بس الجزء ده من فوق علشان انا مش عايزه اي حاجه من الرز تخرج منه. وبعدين ابتدي ان انا احشي الحمام. احط كميه الرز عندي بحشي عن طريق البطن، وبضغط بايدي الرز يدخل عندي لحد الرقبة، بحيث ان انا احشي الجزء بتاع الرقبة ده اخلصه الاول وبعدين اكمل حشو البطن. طبعا مش بزود الحشو قوي علشان تسيبي مسافة ان كده كده الرز معاكي هيستوي وحجمه هيتضاعف اكتر من كده. طبعا يفضل وانتي بتشتري الحمام تنقيه اللي هو يكون حمام سنه صغير، ما يكونش سنه كبير، عشان ما ياخدش معاكي وقت في التسوية وما يبقاش طعمه مش حلو. كل ما يبقى الحمام سنه صغير كل ما بيبقى طعمه أحلى. وطبعا الحجم انتي بتختاري الحجم المتوسط ده بيبقى جميل قوي. خلاص هنا انا خلصت حشو الحمامة، بكتف بقى الرجلين علشان ما فيش اي رز يخرج منها، وطبعا بتنفضي اي رز جه عليها، وبكتف برضو الأجنحة. خلاص كده حشيت أول واحدة، دي تاني واحدة برضو بوريها لك. نفس القصة بقفل الجزء اللي من فوق بالخلة علشان مفيش أي رز يخرج من عندي. وبعدين أبتدي إن أنا أحشي عن طريق البطن، وبتضغطي بإيدك بتنزلي الرز عندك في الجزء بتاع الرقبة ومش بتمليه للآخر عشان ما يفرقعش معاكي. وبنمشي بنفس الطريقة لحد ما بنخلص الكمية كلها عندي. أنا بس بطمن الجزء بتاع الرقبة كمية الرز فيه بتبقى مناسبة وما بتبقاش مش بملاه قوي علشان لما يستوي يبقى شكله كويس. انا مش بفضي ما بين الجلد واللحم الجزء بتاع البطن ده وبحشيه هو كمان. هي الحمامة صغيرة ما فيهاش اي حاجة، بكتفي ان انا بحشي الجزء بتاع الرقبة والبطن. وكده كده انا عندي كمية الرز الباقية هعمل بيها الرز اللي بالخلطة وهقطع عليه الكبد والقوانص بتاعته، فمش محتاجة ان انا املى حشو الحمامة بالرز. هبتدي اجيب كمية الرز اللي اتبقت عندي، بس انا زودت عليها شوية من الفلفل الاسود والكمون علشان لونها كده يبقى حلو. وبجيب عندي الكبد والقوانص بكون اديتها برضو نص سلقة وبقطعها وبقلبها كويس مع الرز. هسيبه دلوقتي لحد لما اسلق الحمام عشان هاخد الشوربة بتاعته اسقي بيها الرز.
جبت عندي حلة فيها مَيّة بتغلي على النار، وهاضيف عليها ورق لورا وحبهان وشوية من الفلفل الأسود الحصى، وحطيت عليها بصلة متقطعة، وبعدين هابتدي أحط عندي الحمام علشان يتسلق. يُفضّل تكون الحلة عندِك كبيرة تاخد كمية الحمام بتاعتِك كلّها، ما تبقاش صغيّرة عشان يبقى ياخد تسويته مضبوطة ويبقى حجمها مناسب. هاحط عندي الكمية اللي عندي كلّها وهاسيبه على النار. مجرد ما هيقلب هاهدّي النار، أخلّي النار متوسطة واسيبه يستوي، بياخد معاكِ حوالي 25 دقيقة. ما شاء الله الحمام خرج شكله ما شاء الله جميل، ما فيش ولا واحدة فرقعت ولا اتقطعت ولا حاجة، وكان ريحته في منتهى الجمال. رشة بس بسيطة من الفلفل الأسود والكمون والملح، ودي كده عندي كانت الشوربة. هابتدي إن أنا بقى كمية الرز اللي أنا قطّعت عليها الكبد والقوانص حطيتها عندي في حلة، وابتدي آخد الشوربة بتاعة الحمام واسقي الرز. أنا يا دوبك بس هاسقيه ما فيش يعني مغرفة أو مغرفتين بالكتير، علشان هو عندي واخد نُص تسوية، فمش محتاج ياخد شوربة كتيرة. بُصّي كمية الشوربة بسيطة إزاي. خلاص كده هاغطّي عليه وهاوطّي عليه النار لحد لمّا يتشرّب الشوربة بتاعته خالص، وبتحطّي طبعًا الصاجة بتاعتِك. بُصّي ما شاء الله بعد ما استوى الرز مفلفل وكانت ريحته وطعمه في منتهى الجمال. الطبق ده بيتقدّم كصنف جنب الحمام أو في أي عزومة، بيبقى راقي أوي، بيبقى جميل جدًا وطعمه تحفة. هابتدي بقى أجهّز الحمام عندي عشان أحمّره، أنا عايزة أدّي له لون حلو. هاجيب عندي لبن وأحط عليه معلقة من الزبدة وأمسك الحمامة كده وأدهنها من وشها ومن ضهرها كويس. أدهن الكمية اللي عندي كلها. اللبن مع الزبدة بيدّي له لون تحفة وبيحمّره كويس جدًا. أدهن الكمية اللي عندي كلها وأكون مجهّزة عندي طاسة تكون سخنة على النار، وهاضيف فيها شوية من الزيت وعليهم شوية من الزبدة، ولو ما عندكيش زبدة ممكن تحطي سمنة ما فيش مشكلة. أتأكد بس إن الطاسة تكون سخنة، وبعدين أبتدي أحط عندي الحمام علشان أحمّره وياخد لون دهبي جميل. أحط كمية الحمام اللي عندي كلها علشان تتحمّر. ممكن برضه إن أنتِ تحمّريه في الفرن ما فيش مشكلة، بس أنا بصراحة بافضّل التحمير في طاسة كده مع الزبدة مع الزيت، بيدّي له لون تحفة وبيبقى طعمه حلو أوي. بس أهم حاجة أنتِ بتقلّبيه على كل جنب كويس لحد لمّا يتحمّر من كل الجوانب وياخد لون موحّد، اللون الدهبي. بُصّي أنا هنا كنت حمّرت دي بس كان في جزء لسه محتاج إن أنا أحمّره. باحمّره كويس لحد لمّا كلّه ياخد لون موحّد، اللون الدهبي التحفة ده. ما شاء الله. وهنا خلاص كنت هاغرف بقى الرز. باوريكِ التسوية بتاعته إن هو ما شاء الله يعني كان مفلفل وكان جميل. خلاص كده إحنا خلّصنا الوصفة بتاعتنا وقدّمتها. ما شاء الله كان ريحة وطعم كانوا تحفة، وهاوريكِ كمان دلوقتي التسوية بتاعته من جوّه. بُصّي ما شاء الله الرز كان مفلفل إزاي، مش معجّن خالص، طعمه في منتهى الجمال. مش محتاجين بقى إن إحنا نزوّد له توابل كتير ولا حاجة، بس الملح والفلفل والكمون بيدّي له طعم رهيب. وادي تسوية الحمامة، اللحم بتاعها كان دايب وكان رهيب. وده الرز بالخلطة، ما شاء الله كان تحفة. أتمنى يا رب إن الوصفة تكون عجبتكم، وتابعوني عشان تشوفوا كل الوصفات الجديدة اللي بتنزل. شكرًا ليكم.